هذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها سلاح الجو الصهيوني أراضٍ داخل السودان، فقد سبق وأن أصابت طائرات الاحتلال منشآت عسكرية سودانية. ما يجعل الاحتمال الأرجح هذه المرة أيضاً هو استهداف موقع حربي، في ظل ادعاءات القيادة عدم امتلاكها لمعلومات حول موقع سقوط القذائف أو حجم الخسائر المسجلة. في الجانب الآخر، لم يصدر عن الجهات الرسمية للكيان أي تأكيدات عن ضلوعه في تنفيذ هذا الهجوم، وهي استراتيجية معتادة بحسب مراقبين استخدمها الصهاينة في اعتداءات سابقة على أراضٍ عربية. صمت رسمي لم تقابله أي تسريبات صحفية تؤكده أو تنفيه، واكتفت وسائل الإعلام الصهيونية بنقل ما تداولته نظيرتها الأجنبية. الجيش السوداني لم يشر صراحة إلى مسؤولية الاحتلال في هذا الهجوم، بالرغم من أن عديد المصادر تناقلت خبر إسقاط منظومة الدفاع السودانية لطائرة صهيونية من دون طيار تحمل قذيفتين. اكتفى الناطق باسم الجيش بتسميتها جسما ضوئيا. بظهور هدف جوي هو عبارة عن جسم مضيء في ارتفاع منخفض فوق منطقة وادي سيدنا العسكرية. الهجوم لم تتضح ملامحه بعد، وتبقى خلفيته مجهولة، إلا أنه يبقى بمثابة هدية مجاملة للبشير تحمل طعم التهديد بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلد يعد نظامه السياسي نظاما معزولا وغير مرغوب فيه.